ازاي ما تنمرش عن حد؟ نعدل بقى الكلام ونعدل الكاميرا، يلا بينا. انا على فكره ممكن اطلع متنمره على الناس وانا مش واخده بالي وحاطه في دماغي ان انا الملاك البريء، على راي عمرو دياب. طب بقى انا ازاي اعرف ان انا متنمره؟ اسمعيني للاخر. لو انت مثلا جيتي قلتي لواحده بنتها مثلا مسمره شويه، اللي هو العادي اصلا، عشان احنا مصريين كمصريين اصلا لازم نكون بشرتنا كده، مش حاجه تعيب الناس. يعني الابيض فيه مميزات والاسمر فيه مميزات والقمحاوي فيه مميزات، عادي. بس لو انا جيت قلت لها ايه ده انت بنتك كبرت شويه وفتحت اهي بيضت حبتين، انا كده ما بفرحهاش، انا كده بتنمر على بنتها. هو انا في ايه؟ هو بقعه غسيل بتقل ولا ايه؟ حاطين عليها كلوركس الوان؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ لو انا باجي اقول ايه شعر ابنك كيرلي قوي حطي له حاجات ترطب شعره، انا كده بضايق ابنها. هو خلقه ربنا كده، احنا نهتم بشعره ونقول ايه، ايه الروتين الكيرلي اللي احنا نحافظ عليه، مش نقول ان احنا عايزين نصلح شعره. هو شعره مش بايظ، احنا عايزين نحافظ عليه. كده ده تنمر. لما حد مثلا يكون مش بيعرف يلبس وانا اقول له بص انت لبسك موحشك قوي، انا كده بتنمر عليه. ممكن نديله نصايح من غير ما ياخد باله، او نلبس حاجه شبه اللي لابسها بس ننطقها شويه فهو هيقلدنا، فانا كده نصحته. ممكن اعلمه الصح من خلال ان انا اعمله قدامه، مش لازم اقول له ابين له ان انا عبقرينه يعني. كل ده تنمر عشان نكره الناس في عيشتها. فلو انت بتعملي الحركات دي انت كده متنمره. نحاول بقى نعمل ستوب